السلام عليكم. بعيدا عن طمع التجار واستغلالهم لما يكون الكيلو ب20 جنيه ويبيعوه لنا ب80 وب90. طب ليه كده؟ تعالي نخزن الكمية اللي انتي عايزاها ومش هتكلفنا ولا جنيه كمان. هنجيب اي دفاتر قديمة او كتب قديمة بتاعت ولادك، او حتى ممكن نستعمل مناديل من المطبخ كمان، بس احنا هنا هنعمل بورق عشان ما نكلفش نفسنا. وهنلف كل ليمونة كده لوحدها وهنحطها على جنب، ليمونة ليمونة كده في كل ورقة لحد ما نخلص كل الكمية اللي معانا. بقى مش من غير ترتيب ومن غير اي حاجة، يا دوب بتحطيها وتكرمشي عليها الورقة. بعد كده بتجيبي علبة بلاستيك عندك تكوني مش عاوزاها، وهنبدأ نرص فيها الليمون كده بعد ما لفيناه كله وغلفناه بالورق. هتحتفظي بقى بيه على رف التلاجة، وده ان شاء الله يقعد معاكي اسبوع واتنين وشهر كمان. والفايدة من الورق ان هو بيمنع الرطوبة ان هي توصل لليمون، فبالتالي بيحتفظ بيه اطول فترة ممكنة، كمان ما بيبصش ان شاء الله معاكي. لو عجبك بقى الطريقة وعجبتك الفكرة، تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وما تنسيش بقى تعملي الليمون بالنعناع اللي موجود على القناة. ودمتم في امان الله وحفظه ان شاء الله.